هاجر، وفي الفيديو النهاردة هنعمل إعادة تدوير لمجموعة من الكراتين. بس والله هي كانت في النية إن هي مجموعة من الكراتين اللي قدامكم دي كلها محتاجة تتعمل لها إعادة تدوير سريعا. ودي مش زبالة، دي بتتحول من شكل لشكل آخر. يعني الشكل اللي انتوا شايفينه الممل اللي هو أصلا بيترمي في الزبالة ده، لا، بيبقى شكل تاني خالص. وممكن المنظم اللي احنا بنعمل له إعادة تدوير مرة ممكن نعمل له مرة واثنين وثلاثة واربعة كمان، غير إعادة التدوير الأولانية. في أفكار كتير قوي جايالي في الحاجات دي كلها، حتى المراوح المكسورة دي حضروا أي مروحة مكسورة عندكم عشان هنحولها لشكل أحلى بكتير. عملت لي كوباية كابتشينو ويلا بينا نبدأ الفيديو على السريع. لو عجبكم الفيديو ده أكيد ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله في القناة، وتشوفوا الفيديو للآخر. وأهم حاجة تدعموني باللايك والتعليقات الأمورة، وإن انتوا تكتبوا أي حاجة انتوا محتاجينها مني اكتبوها لي تحت. طبعا انا كنت محتاجة جدا 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 منظم للأقلام، وانا بحب الشكل اللي عارفينه اللي هو مايل ده. انا بحب الشكل ده جدا. انا اللي هو البطرمان الازاز ده حاسه ان هو مش واخد كميه كبيره، هو واخد كميه صغنطوطه جدا. فانا حسيت ان انا محتاجه منظمين، واحد للواشي تيب لان الواشي تيب ما بقيتش شايفاها، وبقيت اجيب اي حاجه قدامي. لا مؤاخذه الرينج لايت فصلت ولا مش عارفه انا قفلتها ولا ايه. ومحتاجه منظم كمان فوق تحت المنظم البامبا ده، نفس المنظم البامبا ابو 3 ادراج ده بس بدرجين ولا حاجه. وده هعمله بس في الفيديو الجاي باذن الله، لاني الفيديو ده كان هيبقى طويل اكتر من كده، فانا ما كنتش حابه ان هو يبقى طويل زياده عن اللزوم، فقررت ان هو يبقى مدته مش كبيره يعني. والافكار بتاعته مش كتيره. احنا هنعمل تقريبا 3 منظمات، او يعني في الاغلب منظمين. فانا قلت هستغل الكرتونه بتاعه المنظم بتاع التصوير اللي لسه والله العظيم كنت جايباه من فتره. هو منظم التصوير بتاعي عشان اتكسر، فحبيت ان انا اجيب واحد تاني اللي هو الستاند بتاع المايك ده عادي بنصور بيه عادي. ف بما ان انا جبته والكرتونه بتاعته سليمه، هي سليمه من جهه والجهه التانية يعني مش احسن حاجه شويتين، فقررت ان انا اعمل بيه منظم للإقلمة، لان انا عندي إقلمة كتير قوي لدرجه ان انا ما بقيت لما بروح حته ويعجبني قلم بحاول امنع نفسي الصراحه ان انا ما اجيبش، لان انا بحب الاقلام اللي هي شكلها كيوت والالوان الجديده والهايلايتر والحاجات دي. وانا عندي هايلايتر كتير من ايام حتى الدراسه، وما ما استخدمتوش كتير يعني، لغايه دلوقتي موجود يعني. يوم ما كنت بستخدمه يعني ما بستخدمش الكميه دي يعني، فاهميني؟ بس فانا بحب تجميع يعني اكتشفتها مؤخرا تجميع الإقلمة. وعندي إقلمة من أيام ما كنت بتعلم الرسم على الفحم، موجودة تقريبا، كنت عينها تقريبا في مقلمة أو حاجة زي كده، حتى الألوان الخشب عينها في مقلمة. عندي إقلمة كتير جدا جدا يعني. المهم، فأنا قررت أعمل منظم نفس المنظم الأبيض اللي هو كان محطوط أصلا في الإقلمة بتاعتي، هو نفس المنظم، نفس الفكرة بتاعته الميلان ده. طب ليه أنا عاملاه ميلان ده وليه المنظم ده؟ يعني لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا منظم اقلمة، ليه تعملوه مايل؟ عشان يكون واضح لكم كل الاقلمة اللي موجودة في المنظم، لان في اقلمة ساعات بتختفي كده في النص. فالمنظم المايل ده يعني يدوب لو عملتيه كده هتلاقي القلم، يعني حتى لو انتي بص عليه كده من قدام هتلاقي القلم. فالموضوع لطيف جدا. فانا عملت 2 منه، 2 بمقاسين مختلفين، واحد بمقاس طويل واحد بمقاس قصير. والجزء اللي تحت ما كانش ثابت، فانا حاولت ان انا الزق عليه كرتونه من تحت عشان تثبته، لان الجزء ده من اللي هو بيتفتح منه الكرتونه فمش احسن حاجه، فثبته بكرتونه يعني لزقته على كرتونه كده، وابتديت ان انا اقصه عادي خالص. لو عندكم كراتين نفس الشكل ده تقدروا ان انتوا تعملوا بيها وتستفادوا بالكرتونه بدل ما ترموها، لاني الكراتين حقيقي يعني احسن اعادة تدوير ممكن يعني تعملوا بيها اعادة تدوير وتطلع منها حاجات كتير حلوة، هي الكراتين عن تجربة يعني. فانا بحب الكراتين جدا عشان بحب اعمل بيها اعادة تدوير كتيرة جدا. باذن الله في فيديوهات جاية هتعجبكم.
أهم حاجة ما تنسوش إن أنتم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أهم حاجة الجرس ده تفعلوه عشان يجيلكم إشعار أول ما أنزل فيديو كده، تكونوا عارفين النهارده في هاجر نزلت فيديو. لاني حقيقي يعني بقيت متضايقه من حوار ان انا بنزل 3 ايام في الاسبوع. بحس ان انا عايزه انزل في يوم في النص. اي نعم المشاهدات مش بتبقى احسن حاجه والتفاعل مش بيبقى احسن حاجه في النص، بس بحس اني ببقى عايزه ساعتها انزل في اي وقت، فاهميني؟ يعني ساعات الفيديوهات مش بتكون خلصت يوم الجمعه، فببقى عايزه محتاجه مثلا انزلها يوم الاحد مثلا عقبال ما بتتحمل، لان النت هنا عندي بطيء، فانزلها مثلا يوم الاحد او الاثنين، فاهمني؟ فانا بقى محدده نفسي اللي هو يوم خميس جمعه سبت. فهتلاقي الفيديوهات نازله لكم يوم خميس جمعه سبت، وفي فيديوهات ممكن فيديو ينزل لكم في نص الاسبوع كده يعني. ممكن وممكن لا، يعني ما تاخدوش على كلامي قوي عشان انا ساعات برجع فيه، نكون ايه عارفين بعضينا كده اهو. انا شلت الزيادات، شلت كل الزيادات اللي هي مش عاجباني في المنظم، لاني انا كنت عايزاه مايل اكتر، الصغير مايل اكتر من الكبير، لان الكبير حسيته مظبوط، لكن الصغير كنت محتاجه ان انا اظبطه اكتر. وطبعا هنيجي على المرحله المفضله الى قلبي، هو مرحله التغليف اللي بتحول اصلا المنظم في حته تانية. انا قررت كمان اعمل اعاده تدوير للمنظم القديم اللي كان عندي، اللي انا كنت حاطه فيه الاقلام الابيض ده، قررت اعمل له برضو اعاده تدوير. هو ما شاء الله كان شايل حاجات كتير جدا جدا، الالوان الماركر دي يعني تخينه، يعني تقيله كده وتخينه، فهو كان شايل كتير قوي. فانا قلت هحطهم في المنظم الكبير لان هم بياخدوا مساحه. والالوان الفلوماستر هحطها، او انا عندي نوعين من الالوان الفلوماستر، فانا هحطهم في المنظم الصغير، وكمان معاهم الالوان دي او الهايلايتر. انا بسميهم الوان اكتر من هم هايلايتر، لاني الالوان دي اتقل من ان هي تبقى هايلايتر. في ناس بتستخدمها كهايلايتر بس انا مش بحب كده. تمام. في بقى الالوان دي انا محتاجه لها مكان، يعني الالوان دي انا مش بحب، يعني هما المنظم البلاستيك ده هي كانت جايه معايا، بس انا مش حابه ان هي تفضل في المنظم ده، لان دي الوان هايلايتر وانا ساعات بنساها اصلا ان هي بتكون موجوده، لكن لو هي قدامي فمش هنساها. فانا عملت اعاده تغليف للمنظم ده بحيث ان هو يطلع يبقى شكله جديد، زائد ان انا لزقت فيه شويه حاجات، لان هو كان يعني بجد بما ان انا حطيت فيه الوان كتير كان يعني متبهدل خالص، فانا ظبطته ورجع زي الجديد بالظبط. ومعرفش ايه اللي جه في دماغي وغلفته بلون اصفر. انا يا جماعه يعني مش عندي عداوه ما بين الاصفر، بس انا ما بحبش ولا الاصفر ولا البرتقاني، يعني مش من مفضلاتي، بس حبيت ان انا الونه بالاصفر، هي ضربت في دماغي. حسيت ان انا كله بينك وابيض بينك وابيض، لا خلاص خليه اصفر. باذن الله في جوله قريبه في المكتب بتاعي. وكمان هوريلكم الجزئيه اللي انا ببقى في جزئيه كده انا لسه شاريها بقالي فتره، يعني اللي هو المنظم البلاستيك الكبير اللي بيتحط فيه كل الادوات اللي انا بستخدمها. الحاجه بقى اللي انا زودتها في المنظم ده باذن الله هينزل لكم قريب الجوله في المكتب بتاعي كله كامل، يعني بما اني دهنت جزء من الحيطه عندي ما دهنتهاش كلها. انا كنت يعني كان عندي اكتئاب او متضايقه كده، فقلت انا هطلع غلبي قبل العيد ما يجي بيومين تقريبا او يوم، وطلعت غلبي في الحيطه فدهنتها لون ابيض تقريبا، والله مش عارفه ابيض ولا سكري ولا ايه. هما بيقولوا لي سماوي، لا مش سماوي، اللي هو السمني ده. بصي انا سيئه جدا في اسامي الالوان. المهم يعني حطيت المنظم ده بس في كرتونه من النص تفصل ما بين الهايلايتر والقلمه العاديه، وحطيت شويه ستيكر لان انا بحب الستيكر وعندي ستيكر كتير فلازم اخلصهم، عشان بجد يعني عندي اكتناز للستيكر رهيب ومش بستخدمه كتير، فدي حاجه مضايقاني. فقلت هستخدم ستيكر كده كتكوت واحطه في الاخر، وبكده نكون عملنا الثلاث منظمات. لا يعني هم منظمين واعاده تدوير للتالت، فما يعتبرش منظم تالت، هو يعتبر بس اعاده يعني تغليف من اول وجديد، وتظبيط فيه شويه حاجات، واضافه الكرتونه عشان تفصل ما بين الالوان. اخر حاجه هنعمل هو المنظم
منظم الواشي تيب. منظم الواشي تيب انا محتاجاه جدا جدا زي ما قلت لكم، لان انا حاطه الواشي تيب في علبه كده، والعلبه دي مش مخلياني اشوف الواشي تيب كويس، وعقبال ما بطلعها بحس ان انا خلاص مش عايزه استخدم الواشي تيب، فاهميني؟ فحبيت ان انا اعمل الكرتونه دي كإعادة تدوير واعملها منظم للواشي تيب. بس انا حاولت ما اغيرش معالم كتير من الكرتونه، يعني انا كنت عايزاه منظم بسيط خالص، واصلا كنت الفكره اللي عندي انا بس زودت حاجه على الفكره اللي عندي، لان انا عجبتني الجزئيه الخشب. في جزء خشب كده هعمله وادخل فيه الواشي تيب على نفس السيم او على نفس الشكل كده، والخشبية دي بتطلع عادي، يعني بتطلع تاخدي منها الواشي تيب وترجعيها تاني. فانا زودت خشبة كمان لاني عجبتني الفكرة. الجزئية دي مش مهمة خالص، بس انا حبيت ان الكرتونة تبقى قوية، يعني الكرتونة يبقى فيه اكني حاجة مسكاها او حاجة سندة الكرتونة كده بحيث ان هي ما تقعش. فعملت الجهتين، لكن دي مش مهمة لو انتوا عندكم الكرتونة يعني ماسكة نفسها شويتين، بس عشان الجزء بتاع الكرتونة المتني دي، يعني الجزء اللي هو متني ده هيخلي لما احط الخشبة هيخليها عارفين فيها هزة كده مش حلوة، فاهميني؟ فلزقتها وهبتدي بعد كده اعمل الخشبة، وهرص الواشي تيب بقية الواشي تيب تحت، لكن في 2 بس واشي تيب او جزئين من الواشي تيب هيتعلقوا على الخشب ده، لان احنا هنعمل جزئين خشب. انا قررت ان هما يبقوا جنب بعض بدل ما يكونوا واحدة هنا وواحدة هنا، يعني واحدة شمال وواحدة يمين، او واحدة قدام وواحدة ورا. وكمان دهنت الخشبة عشان حسيت ان لونها خشبة قوي هي اكيد خشبة يعني فلونها هيبقى خشبة، حسيت ان لونها مش عاجبني فانا غيرت اللون وحطيت كرتونة تحت كده، ثبت كرتونة تحت عشان الجزء ده من الكرتونة يكون مسطح نفس الشكل. وحطيت الخشبة زي ما قلت لكم كده، ابتدي ادخل الخشبة وهعمل خرمين من الجنب، والموضوع طلع حلو جدا. انا عندي واشي تيب كتير ما شاء الله، فالواشي تيب ونفسي اجيب تاني والله، يعني باذن الله لو نزلت العتبة تاني ولقيت ان هما حاطين واشي تيب، هما للاسف بقوا يحطوا واشي تيب متكرر، يعني الواشي تيب عندهم الخربان بيبقى متكرر. انا اكتر واحدة تقريبا بروح هناك بخلص لهم الواشي تيب لان باخد كمية كبيرة. انا مش بحب اللي هما بيكونوا شبه بعضهم دول، فبحب اجيب حاجات مختلفة، نقشات مختلفة، اشكال مختلفة كده. بس كده نكون عملنا المنظم بتاعنا. اتمنى تكون الفكرة وضحت اللي انا عايزة اوصلها، لان انا ساعات مش بعرف اشرح الصراحة. ف اخر حاجة بس هحط لها شوية ستيكر وبس يكون المنظم بتاعنا خلص. ده يكون منظمين سهلين جدا بسيطين جدا، تقدر اي حد يقدر يعملهم لو عندكم كرتونه زي ده، او لو مش عندكم كرتونه زي ده انا اديتكم فكره لمنظم تقدروا ان انتوا تعملوه المقاسات اللي انتوا تحبوها خالص، وهتطلع حلوه جدا. لو عندكم اي كرتونه احتفظوا بيها عشان في فيديوهات كتير لمنظمات كراتين لو انتوا بتحبوا اعاده التدوير وان انتوا تحولوا الحاجات لحاجه احلى. ف هتلاقوا المنظمات، هنعمل منظمات كتير الايام الجايه. وبس كده، شكرا جدا 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 لاي شخص بيتفرج الفيديو ده على الاخر، بحبكم جدا. وبس كده الفيديو يكون خلص للنهارده. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناه. وشكرا جدا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي.